تعرف إن في الدولة توجيه مهني لكل واحد فينا بيساعده إن هو يلاقي الفرصة الحقيقية في حياته ويكتشف مهاراته وهو اللي يوجهه للشغلانة اللي تناسبه وكمان مطلوبة في سوق العمل. السلام عليكم. تعالوا النهاردة نتكلم عن بند 13 من مادة رقم 1 من باب التعريفات والأحكام في قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025، وهو بيعرف لنا ايه هو التوجيه المهني. تعالوا نشوف مع بعض. التوجيه المهني بكل بساطة هو هو بيوجه الشباب الحيرانة اللي مش عارفة تبدأ منين أو إيه الشغل المناسب ليهم. بيروحوا المكاتب تبع وزارة العمل. بيكون في استشاريين مهنيين بيقعدوا معاهم وبيعملوا لهم اختبارات. من خلال الاختبارات دي بيعرفوا ايه ميول وقدرات ومهارات الشباب دي وبيوجهوهم للشغل المناسب ليهم. وكمان بتكون الأشغال دي مطلوبة جدا في سوق العمل. تعالوا بقى نتكلم عن بند 14 من المادة 1. بتعرف لنا التدريب بكل بساطة هو الكورسات والورش اللي بناخدها علشان نتعلم الشغلانة على أصولها وكمان نكون أكثر احترافية فيها، وما نروح أي مكان نشتغل فيه طبعا ياخدونا على طول من كتر ما احنا عارفين كل تفصيلة في الشغلانة دي. ممكن التدريب يكون في الشركة اللي احنا نشتغل فيها اللي هي الثلاث شهور قبل ما نبدأ في الوظيفة نفسها. ممكن يكون التدريب في مراكز التدريب الخارجية، وبعدين نقدم في الشركات بعد ما بنخلص فترة التدريب بتاعتنا. أما بند 15 من مادة رقم 1 بتعرفنا على التلمذة الصناعية، وهي بكل بساطة موجهة للشباب الصغيرين اللي عايزين يتعلموا مهنة أو صنعة أو حرفة جديدة من الصفر. بيتعلموا على يد ناس بروفيشنال في المجال اللي هم عايزين يتعلموا فيه. بيتعلموا أساسيات الشغلانة، بيشتغلوا بإيديهم في الصنعة دي لغاية ما بيوصلوا للمهارة المطلوبة اللي هم يطلعوا لسوق العمل. وكمان خلال الفترة دي بياخدوا زي أجر صغير أو مكافأة طول فترة التلمذة أو التعلم للمهنة دي أو الصنعة دي. ويا رب أكون النهاردة أفدتكم وعرفتوا البنود بشكل بسيط، وشكرا ليكم. السلام عليكم.